عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهارده مع بعض الكشري. انا حطيت ميه وفيها ملح، وعقبال ما بعد ما غلت هحط بقى المكرونه. اضيف المكرونه كده، دي مكرونه عاديه خالص، وهنضيف مكرونه اسباجيتا مكسراها. هنعمل دلوقتي مع بعض العدس بجبه. حطيت الميه على النار وحطيت ملح كده، وانا غاسله دلوقتي معايا العدس. هنضيفه كده ونسيبه بقى يستلق براحته. حبيبي هنعمل دلوقتي حبه الرز. هنضيف كده الشعريه ونحمر فيها كده تاخد لون ذهبي. ودلوقتي يتحمر معانا الشعريه كده، وهنضيف مع بعض الرز وهنقلب كده. هنشوح فيها كده، نقلب فيها لحد ما نحمر الرز كده. كده هنعمل الصلصه بتاعتنا. هنبدا كده، حاطين الحله على النار، نحط السمنه ونضيف البصل اللي معانا كده. هنحط معلقه ثوم ونشوح فيها كده لحد ما تاخد لون كده ذهبي. طماطم ومعلقه خل ومعلقه صغيره سكر ومعلقه ملح، توابل مشكله، وبصل بودر وطن بودر معانا. ونسيبها بقى لما تتسبك خالص براحتها. ده كده البصل اللي هنحمصه، وحطينا ملح، وهنحط بقى رشه دقيق كده ورشه نشا، وهنقلبهم. والنشا والدقيق ده اللي هيخلي ايه فيها قرمشه في الايه في البصل. كده حطينا الطاسه على النار وفيها زيت، وهنبدا نضيف معانا البصل كده. خلصنا مع بعض الكشري. ادي انتوا شايفين كده الرز مفلفل زي ما انتوا شايفين، ومعانا المكرونه سلقناها والتسبيكه، وعملنا مع بعض العدس، والبصل مقرمش وجميل زي ما انتوا شايفين كده. ونبدا نعمل مع بعض الطبق بتاعنا. هنبدا نضيف الرز وكده. خلصنا مع بعض الكشري جميل وريحته جميله جدا، وهتعجبكم. جربوه ولايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.